واش عارفة باللي هاد الشهر يقدر يكون هو أحسن حاجة وقعت لك في هاد العام كامل، أو لا يقدر يدوز بحالو بحال أي شهر آخر وتندمي عليه. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي channel نهى السوفت باور. كيف ما قلت من قبل، هاد الشهر بالنسبة لبزاف ديال الناس هو شهر ديال السفر، البحر والنعاس. ولكن واش فكرتي بلي هاد الشهر بالضبط يقدر يكون هو النقطة اللي غادي تقلب حياتك 180 درجة؟ العطلة ما كتعنيش أننا نوقفوا حياتنا كاملة، بل بالعكس تقدر تكون هي الفرصة المثالية باش ترجعي طاقتك وتبني ثقتك في راسك وتبداي صفحة جديدة مع راسك وانتي مرتاحة. في هذا الفيديو ماشي غادي نطلب منك ديري معجزات ولا تغيري حياتك بين ليلة ونهار، حيث الهدف ديالنا ماشي هو المثالية، ولكن هو نركزوا على خطوات بسيطة بزاف نديروها كل نهار، والاستمرارية هي اللي غادي دير الفرق. ايوا دابا وجدتي ليا شي كاس ديال اتاي ولا قهوة ديالك وخليك معايا في هاد التحدي. اول حاجة واهم نقطة هي كيفاش تبداي نهارك. بزاف ديال لي فيديو كيقولوا بلي خاصك تفيقي مع 5 الصباح، ولكن لا، حيت هذا الصيف وما كاينلاش هاد الضغط كله. حنا بغينا هاد التحدي يكون شي حاجة اللي خفيفة باش نقدروا نلتزموا به، وحيت اصلا ماشي ضروري تفيقي مع 5 الصباح باش تكوني productive. الوغ الفكرة كلها هي كيفاش تستغلي دوك الساعتين الاولى من بعد ما كتفيقي. بداي نهارك بهدوء، شربي كاس ديال الماء باش تفيقي الذات ديالك، جمعي الفراش ديالك. هاد الحركة البسيطة كتعطي لعقلك إشارة باللي راك أنجزتي أول مهمة في النهار، وهادشي طبعا كيخليه يزيد يتحمس ويبغي ينجز مهمات كتر. من بعد غسلي وجهك بماء بارد وكتبي في ورقة شنو باغا ديري في نهارك، واهم سر حذاري تحلي عينك وتنزليهم مباشرة في التليفون اولا السوشيال ميديا. اول نهارك هو اللي كيحدد المزاج ديالك، سو ما تخليش الاشعارات ديال الناس تحكم في النفسية ديالك. هاد النقطة راه مهمة بزاف، وإلا كان كيجيك صعيب تفاداي التليفون جربي تحطيه كيتشارجا مثلا بعيد على البلاصة فين كتنعسي باش ما توصليهش وانتي مازال في الفراش. وتاني خطوة هي العناية بالنفس. هاد الكلمة أحيانا كتفهم غلط. العناية بالنفس ماشي هي تمشي وتخسري بزاف ديال الفلوس على منتجات غالية وتغيري المظهر ديالك كامل. العناية بالنفس هي رسالة كتعطيها لعقلك الباطني بلي أنا نستاهل تهتم بيا. غسلي وجهك بالروتين ديالك البسيط العادي ديال كل مرة، ترطيب البشرة، الريحة الزوينة والنقية، وأنك تلبسي حوايج نقية ومريحة في الدار. هادشي كيخليك تحسي بالراحة بينك مع راسك، وهاد التفاصيل الصغيرة هما اللي كيتبناو بيهم تقدير الذات والثقة في النفس. حيت تكوني أكيدة اللي ما قدرش يهتم بالتفاصيل اليومية الصغيرة ديالو صعيب عليه يهتم بأهدافه الكبار. ودابا غادي نهضر لك على تحسين العادات الصحية. هاد الشهر خليه يكون شهر اللي غادي تصحي فيه بزاف ديال العادات اللي كديريهم هما غالطين. مثلا ركزي على تنظيم النوم، حيث النعاس المقاد هو الأساس ديال الصحة النفسية والجسدية. الماكلة ديالك حتى هي، وماشي ضروري ديري ريجيم قاصح، ولكن غير حاولي تدخلي خضرة فواكه كتر وتنقصي بزاف من السكريات اللي ما غيفيدوك في حتى شي حاجة. وطبعا دخلي اي نشاط حركي في نهارك، مثلا تمشي 15 دقيقة برا، ديري حركات رياضية واخا غير بسيطة في الدار، ولا حتى اليوغا في الدار مع يوتيوب. المهم تفكري ان السر كامل ماشي في انك تقسي على راسك نهار وتجلسي شهر، السر هو انك ديري حاجة خفيفة ولكن تقدري تداومي عليها شهر كامل. وفي هاد التحدي كنأكد على 15 دقيقة ديال لا مارش كل نهار، غتكون صراحة أحسن بمليون مرة من ساعتين في لاصال، ولكن غير مرة واحدة في الشهر. ودابا غادي ندوزو لكيفاش تستثمري في العقل ديالك. خصصي ضروري في نهارك 21 دقيقة لشي حاجة كتفيدك مستقبلا. 20 دقيقة دغيا كدوز،
ما هي والو في النهار، ولكن فكري في المدى البعيد. هاد 20 دقيقة تقدر تكون هي قراي شي صفحات من كتاب في مجال كيعجبك، أو لا تسمعي شي بودكاست كيموتيفيك باش ديري بزاف ديال الحاجات، أو لا حتى تعلمي كلمات جديدة في لغة باغا تطوريها، أو لا تفرجي في كورس قصير على يوتيوب فيه مهارة كيستافد منها سوق الشغل. وفي النهاية ديال الشهر هاد 20 دقيقة يوميا غادي تجمعي منها أزيد من 10 ديال الساعات ديال التعلم، وهاد الشي كوني أكيدة أنه غادي يدير فرق كبير في تفكيرك وحتى في شخصيتك. ألوغ حتى إلا ما بغيتيش تشري كتاب تقدري تيليشارجي دي زابليكاسيون ديال الكتب الإلكترونية كتقدري تقراي غير من تليفونك. المهم المواظبة على هاد الشي هذا غيخليك شخصية أخرى كنتي كتحلمي بيها، زائد غيخليك تحسي أنك واحد الإنسانة productive وكديري بزاف د الحاجات في نهارك وقادرة على أنك تحققي خطواتك بشوية بشوية. ودابا غادي ندوزو لنقطة أخرى واللي هي البيئة اللي عايشة فيها. واش كتعرفي بلي الفوضى اللي دايرة بيك في البيت أو في المكتب كتعكس مباشرة الفوضى اللي كاينة في راسك؟ حاولي تخلصي من أي حاجة ما كاينش ليها فائدة، رتبي وقادي بلاصتك، وخلي البلاصة فين كتجلسي أو حتى كتخدمي تكون نقية ومنظمة. ومن ناحية ديال المهام تجنبي أنك ديري تو دو ليست اللي تكون طويلة، حيت كل ما كانت قائمة المهام اللي غتخدمي عليها طويلة غادي تجيب لك غير التوتر والإحباط. حاولي عفاك تخدمي بقاعدة المهام 3، يعني كل صباح اختاري 3 ديال المهام أساسية وضرورية اللي خاصك تكمليها في هاد النهار. إلا كملتيهم راك أنجزتي ونجحتي في نهارك، وهاد الشي كينقص الضغط الذهني وبزاف ديال التشتت، حيت فاش كتكتبي المهام اللي خاصك ديري وما كتخليهمش في راسك العقل ديالك كيحاول ينقص من ديك التفكير الزائد، حيت الامور كامله كتكون مضبوطه ومكتوبه عندك، دونك عقلك ما كيبقاش يتشتت ولا يبقى يفكر بزاف. ودابا نهضر لكم على اهم نقطه في هذا الفيديو كامل واللي هو الوعي الرقمي. شحال من ساعة كدير لك في النهار وانتي كديري سكرول بلا هدف في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هاد التليفون كيف ما يقدر يكون أداة للنجاح، راه يقدر يكون أكبر سارق للوقت والطاقة. والأخطر من هادشي كامل هو المقارنة اللي كتوقعي فيها ملي كتشوفي حياة الناس المثالية في السوشيال ميديا. كتبداي تقارني كواليس حياتك الصعيبة مع أفضل لحظات الآخرين، وهذا الشيء كوني أكيدة يقتل السعادة وراحة البال. حددي وقت محدد للتليفون وحاولي ضروري تكنترولي راسك، وفاش تفرجي في دي فيديو ديال البنات آخرين قوليش علاش هذيك الحياة بيرفكت وأنا حياتي هكا مخربقة. لا، حتى شي حاجة ما مخربقة، أي حاجة نقدروا نتعلموا منها ونقدروا نقدوها. أهم حاجة ركزي في حياتك الخاصة وكوني أكيدة غتوصلي لأي حاجة انتي باغياها. صراحة غنحاول ما نهدرش في هذا الموضوع بزاف وخا فيه بزاف ما يتقال، ولكن غنحاول نحط لكم في فيديو جاي إن شاء الله فيديو بوحدو باش تقدروا هكا تستفدوا أكتر. وأخيرا بغيت نفكرك باللي الهدف الحقيقي من هاد التحدي اللي كنديرو دابا ماشي هو تغيير وقتي ولا لحظي لسيمانة ونرجعو للور، بل هو بناء عادات بسيطة وقوية تستمر معك طول حياتك إن شاء الله. ايوا ما تسناش حتى تكون الظروف مثالية ولا يجي الوقت المناسب عاد باش تبداي، حيت الوقت المناسب هو دابا. غير بداي بخطوات صغيرة واستمري، وإن شاء الله في نهاية هاد الشهر ملي غادي تشوفي شنو حققتي من إنجازات غادي تعرفي ديك الساعة باللي هاد التغيير الكبير في حياتك بدا غير بخطوة بسيطة وفكرة صغيرة. إلا عجبكم هاد الفيديو وحسيتوا باللي عطاكم طاقة إيجابية ما تنساوش خليوا لي لايك واشتركوا في القناة باش تكبر العائلة ديالنا، واكيد خلوا لي في لي كومونتير شنو هي اول عاده غادي تبداو تطبقوها من هذا النهار. الوغ وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا كنبغي نقول لك شكرا على وقتك واستماعك. الا عجبك لا فيديو ما تنساش بارطاجيه مع صحاباتك، واكيد خلوا لي في لي كومونتير كنقرا تعاليقكم كاملين. نشوفكم في الفيديو الجاي. بسلامه.